مساء الخير. أحد الأمور أو الشماعات التي تستخدم من بعض المسؤولين ومن بعض كبار التجار والمقاولين وغير المقاولين في دول الخليج عامة هو موضوع إن إحنا اقتصادنا مبني على الاقتصاد الحر، اقتصاد السوق. ولهذا السبب إحنا الرجل الصحيح في المحل الصحيح، وإذا السعر مهم البوتوم لاين أهم شيء للشركات، هذه على أساس أنه هو جزء كبير من الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق. لو رجعنا على البلدان الرأسمالية أو الغربية عامة، هم كلهم مبنيين على اقتصاد سوق، اقتصاد حر، ولكن في نفس الوقت هناك ضوابط لموضوع العمالة الأجنبية في هذه الدول، إن كانت بريطانيا، إن كانت فرنسا، إن كانت سويسرا، كل البلدان، إن كانت أمريكا، كلهم عندهم ضوابط مهمة جدا على موضوع ما يسمى بالاقتصاد الحر، إنه مو فقط مفتوح الباب لكل أجنبي يدخل ويعمل، لازم يكون أجنبي أولا عنده قيمة مضافة، ثانيا إنه ما في أو صراحة ثانيا هو موضوع القيمة المضافة، إنه أولا إنه ليس هناك شخص بريطاني سويسري فرنسي أمريكي يشغل هذا المحل، أوكي، وإن حتى لو ما في إنه يكون في ضوابط على المؤسسات والشركات هذه خلال فترة وجيزة إن تدريب الأوروبيين أو الأمريكان على أساس إن يأخذون هذه المناصب. إحنا في دولنا في كلام ولكن الفعل شيء آخر. لو نطالع خلال السنوات التي مضت العمالة الأجنبية كعدد في تزايد مستمر في كل المجالات، وليس المجال واحد، المجال في كل المجالات في تزايد مستمر، وكله مبني على موضوع والله احنا اقتصاد حر. اللي نشوفه يصير في الشقيقة الكبرى اليوم طبعا هم اللي سووه شيء مهم جدا، موضوع تغيير واستعوذة الوظائف. حتى في آخر فترة طبعا ما شفنا شيء رسمي بس الكلام إن أي منصب جنرال مانجر، مدير عام، تشيف اكزيكتيف يجب أن يكون سعوديا. أي منصب في أمور مثل السيلز ولا أمور في مثل ما نسميها الأوبريشنال سايد، كان في السيلز، في المحاسبة، في كذا، كلهم يكونون سعوديين. النمبر 1 يكون سعودي. هذا لو طبق في باقي الدول الخليجية، خصوصا الدول اللي نسميها اللي عندهم يعني البطالة كبيرة جدا، وعندهم ان ابناء البلد العدد كبير جدا اللي هم البحرين وعمان، صراحة سنستفيد كثيرا من اللي قاعد تسويه السعودية وأن نسويه احنا عندنا. فاحنا هذا الموضوع شماعة الاقتصاد الحر لازم نخليه على جنب، نكون واقعيين ان في مشكلة البطالة ولازم نحل مشكلة البطالة. في كلام كبير في كل الدول هذه انه والله خلال السنة بين 25,000 وظيفة و30,000 وظيفة وكذا أو 100,000 وظيفة اعتمد في أي بلد، ولكن الفعل شيء آخر. فاحنا هذا مثل ما يقول لي واحد، يقول خليك متفائل، احنا دائما متفائلين، ولكن التفاؤل بدون مضيف حلول من الطرف الآخر، التفاؤل مثل ما يقول في ديبريشيشن، حتى على التفاؤل بس في ديبريشيشن، فالتفاؤل بيصير صفر إذا احنا ماشيين بالطريقة اللي احنا ما نكون واقعيين مع الوضع هذه. ويجب أن نوقف موضوع استخدام شماعة الاقتصاد الحر. شكرا.